يقدمونها مشكوك فيها. أمير ديزاد نعم قال كثير من الأشياء وكلها كانت صحيحة. يا أخي صل على النبي، أنت يعني مش لهذا الدرجة أمير ديزاد، كأنه عندك عمر بن الخطاب ولا منو هذا؟ ليس أمير ديزاد لوحده يا أخ أسعد، هناك كثر، حتى أناس من الجزائر أخ أسعد هم كانوا هناك في الصباح. كانت هناك فيديوهات تروج مثلا، اللجنة كانت فارغة خاوية على عروشها، والمكلفات تجري اتصال عبر الهاتف لأحد القنوات الإذاعية أو التلفزيونية تقول لهم بأن هناك اكتظاظ شديد في اللجنة. يا أخ أسعد هذه الأمور مطبوخة، والله قلت لك أنها سب لذكائنا أن نناقش مثل هذه الأمور. أما الأخ الذي قال الإنترنت يا أخ أسعد، عليك أن تعلم بأن اليمن مصنفة أحسن من الجزائر في الإنترنت. اليمن مصنفة أحسن من هذا، يمكنك أن تتأكد من هذه المعلومة. آخر دولة عربية في الإنترنت لا وراءهم أعتقد هايتي، أو كان هناك هذا التصنيف رأيته قبل شهور من الآن. أما الذي يقول هناك اقتصاد، يا أخ أسعد أن الحسنة الوحيدة لتبون أنه محظوظ. اندلعت حرب أوكرانيا مع روسيا واشتعلت أثمنة النفط على مستوى العالم، وهو ما سمح لهم بأن يتنفسوا قليلا. والله غدا لو هبطت أثمنة البترول والغاز، والله سيخرجون ويقولون كما قال وزيرهم السابق الأول الآن هو في السجن اسمه محمد أوحية، قال لي الموس وصلت للعظم، الموس وصلت للعظم، هبط ثمن البترول قليلا فهبط معه السروال يا أخ أسعد. السروال الاقتصادي. أنا لا أن أما أخ أسعد، بما أنك تحب الأغاني، هناك أغنية جزائرية جميلة اسمها توش مامي توش، جميلة جدا يا أخ أسعد. توش مامي توش، عليك أن تبحث عنها. أراها. شكرا لك. أعطيني المكان الله يزوجك. شكرا جزيلا لك. شوفوا يا شباب، الآن أنتم كلكم جزائريين، أي ذكر للمغرب بضطر أطلع ولد العاصمة أو أي مغربي يرد عليكم. اتركوا النقاش جزائري بحت اليوم، الموضوع جزائري. نشوف الانتخابات ما بين مؤيد ومعارض، النسب. لماذا أكرر نفس السؤال؟ لماذا لم يأتي مراقبين دوليين إلى البلاد؟ لماذا خاف الجزائر أن يجلب مراقبين دوليين؟ لماذا الإعلام العالمي لم يهتم بها؟ ديمقراطية في الجزائر، هل هي كذبة أم حقيقة؟ نعطي ماسينيسيا ثم تحيا يما ثم منير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على أحرار نوفمبر العظيم وأحرار فلسطين وأحرار كل الجمهوريات التي حاربت الاستعمار. مبروك انتصار الانتخابات للنظام الجزائري وللشعب الجزائري. الأخ أسعد، بارك التبون، بارك الفوز. لا، نبارك للنظام الجزائري وللشعب الجزائري. وتبون هو رئيس ويروح ويزيد يجي رئيس واحد آخر. احنا هذه العملية مولفين بها، معتادين عليها. انك قلت سجلت بعض النقاط. بوضياف كوتيل، بوضياف لم يكن رئيس. زروال انتخب بعدها سلم الحكم لبوتفليكا. بوضياف لم يكن رئيس. لم يكن رئيس بوضياف، كان رئيس مجلس اعلى للدوله لتسير مرحله انتقاليه، لم يكن رئيس منتخب. زروال كان رئيس منتخب. من هو المنتخب؟ ولا واحد منهم منتخب. لا، زروال منتخب، انتخبه الشعب الجزائري سنه 1997. وبوخروبه منتخب. بوخروبه دخل في صراع مع بن بله، بعدها قام باستفتاء واصبح منتخب. انتخبه الشعب، رئيس هواري بومدين انتخبه الشعب في شكل تزكيه لانه كان حزب واحد انذاك. لا منتخب. لا منتخب على شكل انتخابات صدام وعلي صالح. المنتخب هذه توضح لنا تحية يما ولا منير؟ انا ما فهمت والو، بس يلا سير. كان منتخب. شادلي بن جديد منتخب، بعدها استقال. بوضياف لم يكن منتخب. زروال كان منتخب وسلم السلطه لعبد العزيز بوتفليكا. بوتفليكا كان منتخب، تار عليه الشعب فقدم استقالته. بعدها تبون منتخب. شوف اخ اسعد، الانتخابات يا اخ اسعد هي مش معيار رئيسي 100% للديمقراطيه. الديمقراطيه راها تعاني في الدول العربيه، في كثير من دول العالم. الديمقراطيه بالشكل التي صاغها عليه الغرب راهي ماهيش مثاليه. الانتخابات يا اخ اسعد، ممكن الانتخابات هذه
انتخبت وشفت صناديق الاقتراع، كان فيه انتخاب ما كانش بالشكل المأمول، لأنه تبون كان حاسمها، يعني كان حاسمها. هي انتخابات ليست مزورة، لكنها رغم أنها ليست مزورة ليست معيار بأن الديمقراطية سليمة. نقول لماذا الانتخابات ليس معيار الديمقراطية؟ لأنه حتى في الدول الغربية المتطورة أحيانا يتم التلاعب بالانتخابات عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق تفجير فضائح، عن طريق يعني العملية الديمقراطية لا تحسمها الانتخابات على أنها ديمقراطية حقيقية. الديمقراطية الحقيقية هي أنها تكون راسخة في المجتمع، انطلاقا من الأسرة، مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب. فهمتني يا أخ أسعد؟ لأنها هي مسار لسنوات من العمل، يعني حتى تصل لترسيخ ديمقراطية في مجتمع ما. احنا الآن ما نتكلموش على الديمقراطية، نتكلموا على الانتخابات. هذه الانتخابات أخ أسعد على الساعة 10 5%، على الساعة الواحدة، وكان حر شديد، الساعة الواحدة وصلت 13%، الساعة الخامسة 26%. بعدها وقت المغرب لما يعني درجات الحرارة انخفضت كان إقبال كبير، وصلت النسبة في حدود 48%. لما يجي الأخ يعتمد كمرجعية معارض، كما يعتمد كمرجعية يقول أنه الانتخابات 6%، هذا غير منطقي. أنا لو كان نعتمد معارضين مغاربة كمرجعية لي كارثة. ماذا يقولون؟ ينسفون. يعني ما نقدر نعتمد على معارضين كلامهم نعتمدوا أنه مرجعية وحقيقة مطلقة، هذا مستحيل. الجيش الوطني الشعبي من هنا تحية عسكرية للأفراد الجيش الوطني الشعبي فردا هو عنده الحق دستوريا أنه ينتخب داخل التكانات، ومن لم يكن في الخدمة ينتخب في المراكز البلدية أو الولائية التي هو مسجل فيها. طيب هناك حديث آخر. شكرا. مازال عندي نقاط أخ أسعد، استريد هنا أنت خلنا عشان لأنه الدور نزيد نقطة بعدها أقفل الميكروفون وأبقى معكم. تقول أخ أسعد، أنت تقول عن النظام الجزائري أنه في حرب مع التيك توك. هذا كلام غير منطقي. شوف أخ أسعد، هذا النظام الذي هو في حرب بالوكالة مع المغرب، في حرب بالوكالة، يدعم جمهورية. أنا قلت لك لا تذكر المغرب. صح. هذا النظام الذي يتحكم في قيس سعيد ومتدخل في ليبيا ودعم الحوثي الذي هرد اليمن وحافظ على بشار. يا اخي انت والله يا اخي انك خربطتني. انت مع النظام ولا ضد النظام؟ انا ما فهمت والو. انا مع النظام اخ اسعد. انا مع النظام يا جماعه. انتم فهمتوا الاخ هذا؟ انتم فهمتوه هو معه ولا ضد؟ انا ما دريت انا والله. اخ اسعد أسدة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فككي لي الكلام اللي ما فهمته أنت ولا الأخ اللي قبيل راني نحاول سما نسجل نقاط ما لقيتش. راح ريبوندي على تساؤل بالله. تعلمت في اللايف هذا سما نسجل نقاط، راني ما قبل نحوس على نقاط باه نسجلهم ما لقيتهمش أخ أسعد. لا حول ولا. ليش يعني هم بيتكلموا بالصيني ولا إيش المشكلة؟ ما على باليش مانيش نفهمهم، بالك غيرونا الشعب قسما بالله. لا هم كلهم مفهومين ما عدا هذا الاخ ماسينيسيا واللي خربطنا، البقيه واضحين ما شاء الله، واضحين وضوح الشمس في نهار جميل. صح اغنيه هذه اسعد. ايوه عبد الهادي بالخياط. راح نبدا سما كلام تاعي. مبروك على فوز تبون المتوقع، المفكر الكبير والعالم الفذ، المحلل العبقري، صاحب مقولة طاطا اختك. بدي الهضره. طاطا اختك هي قالها يعني من اللي قالها؟ قالها عمهم تبون. لمن قالها؟ قال لهم طاطا اختك، على بالهم بها سما يفهموا كلامي، هم عارفين على واش نهضر. اني نشوف لهنا في اللايف تاعك للاسف اني نشوف جميع المتكلمين ما عدا منير جزائري، سماني نشوفهم كلهم حول السلطة وقليلون حول الوطن.
رحم الله الشهداء الذين ماتوا لكي يحيا الوطن، لكن يحيا لمن؟ هل من مجيب لسؤالي؟ لك الله يا بلادي العزيزة. سما رانا لهنا رانا نتألموا، ما على باليش هادوما كيفاه يخموا. باصينا 5 سنين تانية مع رئيس لا شرعي، وقال لك سما انا ما من المنافسين تاعه ما عرفتهمش، هادوما المنافسين تبون وقالوا لك تبون في تقدم. الشعب الجزائري يقول لن نصوت، وتبون يحصد 94% من الأصوات. فعلا لكل شعوب العالم يحصلون على الحكومة التي يستحقونها. صح، كنت نسمعها كلامي دوكا سما تأكدت منها. ما على باليش راح نريبوندي على أسد، ما على باليش أسد فيواه، على محمد، على ماسينيسا، ما على باليش على واش راح نريبوندي. سما هدايا الرئيس المناسب للجزائر، تشوفوا فيه رئيس المناسب للجزائر تلقاهم كاع مسلكين رواحيتهم، واغلبهم في اوروبا ومزطمين الزواوله. الشعب الجزائري على بالي بها انه تبون سما ماهم سامعين بنا وما همش يقارعوا في تصويت الشعب الجزائري، لخاطر يمس اغلب الشعب الجزائري كان نايم. شكون اللي كان يصوت على تبون؟ الذين انتخبون على تبون هم الشرطه والعساكر والدرك فقط، اما الشعب كانوا نيام. هو يقول انا لاحظت يا تحية يما، شوفي في مسألة الكثافة، كثافة عجيبة. أولا كلهم شباب، ولا امرأة ولا واحد عجوز. إذا تلاحظي وين لاحظي معي هنا هذه الكثافة. يقول لك كثافة لدرجة أنهم شوفي دخول كأنهم داخلين ملعب كرة قدم، وكلهم ما شاء الله شباب حالقين، أجسام رياضية، ولا واحد تخين ولا واحد نحيف ولا واحد عجوز ولا امرأة ولا شيء. تحسين إنهم هؤلاء نقوهم نقوة كذا. هذوما متأكد من الشعب والله. منين هذولا؟ من الجن. ما همش من الشعب، نظام لابس ما قش تاع الشعب مداخل يفوتي. وين رحت محمد؟ كنت راح نهضر معك غاية الغاية. على بالنا ما على باليش لماذا تجري هذه المسرحيات، وعلى بالنا ولا مرة انهزم رئيس دولة عربية في انتخابات، حتى وهم عاجزون على كرسي متحرك راح يفوز. رئيس واحد اللي انهزم في انتخابات هو رئيس تونس منصف المرزوقي، أما باقي كلهم فازوا بنسبة 90%. هذا الشراني نشوف. والسما سقف الكذب دوكا ما شاء الله راهم رفعوه إلى 94%. طيب أنت يا تحية يما، أنت كيف تفسرين عدم وجود رقابة دولية؟ أو يقول لك لا احنا ما يدخلوش عندنا الدول، احنا شمكر، احنا كيفاش. ليش ضحكتي؟ لماذا ضحكتي الأمانة؟ ليش ضحكتي؟ لخاطر ايش يقول لك احنا ما يدخلوش عند الدول السماء ويدخلوا رواحيتهم في الرقابه الدوليه هذوما. قال لك هذه تدخل في السياده، ما دخل السياده في المراقبين الدوليين للانتخابات. ما لا علاقه له. يقول لك احنا ما نسمعوا بحتى واحد. سما الشعب الجزائري هو اللي فوت، ولا واحد منهم فوت، ولا واحد منهم سما صوت على عمهم تبون، لخاطرش كلهم على بالهم بانه موسى الحاج هو الحاج موسى. سما تبون بيهم بلا بيهم يقعد في الكرسي هدايا ويحكم، لخاطرش يخدم مصالح تاع العسكر مبينه. يا تحية يما، ماذا لو أنه تبون في هذا العهدة الجديدة نفذ كل المطالب الوعود الانتخابية الذي قالها؟ أين ستذهبون أنتم المعارضين؟ والله العظيم يمكن تنشق الأرض وتبلعكم. لا راح ندير لايف ونتحي لعمي تبوح صباحا مساء، ولي والله تعترفي له، له إذا نفذ. نطلع ندير تحية عمي تبون وندير غنية كاع على جالها، نولي نغني لعمي تبون. يعني لن تكابري، لن تأخذك العزة بالإذن. لا احنا رانا نحوسوا انسان يبغي الجزائر ويخدم الجزائر. تبون او غيره انسان يبغي الجزائر، ماهوش يخدم مصالح تاع الابناء تاعه. تبون الشيء اللي مداره من يوم حكم وقعد في الكرسي، خرج ابنه من الحبس ودخل جميع
الشباب الجزائريين اللحباس، والاغلبيه سما حرقوا في بوطي كلاهم السمك، وكاين اللي حل